السلام عليكم الاخوان، تحيه كبيره لكم. هذا الفيديو الاخوان اللي غادي تشوفوه دابا واللي غادي نشرو ما كيدخلش للعقل نهائيا. كيفاش وصلت الدرجه في الجزائر انه يتم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه، وامام في منابر، وامام قنوات رسميه، وامام جرائد الكترونيه، وامام الصحافه. والخطير في الامر الاخوان هو ان المتلقي كيصفق وعاجبه الحال. اكاذيب واضحه، اكاذيب لا اساس لها من الصحه. ما كناش نهائيا نتمناو ان الشعب الجزائري يوصل لهذه الدرجه هذه من انه يقبل بان يتم الكذب على الله وعلى رسوله. شوفوا معايا هذا الفيديو بعدا. اول من فسر القران جزائري، أول من شرح صحيح البخاري يا الجاهل جزائري، أول من كتب في علم القراءات الهذلي البسكري جزائري. قبل ما تشوفوا الإخوان الفيديو التالي، فصراحة والله العظيم لا يحز في القلب ما وصلت إليه الجزائر. والله العظيم يحز في القلب أن مثل هذا الكلام وهذه الأكاذيب على الصحابة وعلى الله عز وجل وعلى رسول الله أن تقال أمام المنابر وعلى رؤوس الأشهاد ويصفق لهم دون أن نسمع ردود فعل من الشعب الجزائري، ولو بالسجب، ولو أنهم ينتقدوا هذه الترهات وهذه الأكاذيب هذه. شوفوا معايا هذا تاهو. يسأله أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة؟ قال الجزائر. ثم قال ماذا؟ قال الجزائر. ثم قال ماذا؟ قال الجزائر. قبل ما نشوفوا عاوتاني فيديو آخر الإخوان، قال ليه ثم ماذا؟ الجزائر. ثم ماذا؟ الجزائر. لا حول ولا قوة إلا بالله. من أخطر الأشياء واللي قال عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي كذب عليا، مضمون الحديث، اللي كذب عليا فليتبوأ مقعده من النار، وأن تكذب على رسول الله أو أن تقوله ما لم يقل. كيفاش وصلت هذه الدرجة من الجهل ومن الغباء ومن الحقد؟ كاينه الأقلام المأجورة ربما في عدد من الدول، ولكن أن تصل الأقلام المأجورة والألسنة المأجورة إلى أن تكذب على الله ورسوله وعلى الصحابة، فهذا الشيء راه خطير وخطير جدا. شوفوا معايا هذا الفيديو. يقولوا باللي اهل الكهف كانوا في المنطقه تاع شمال افريقيا، بالضبط في الجزائر. اهل الكهف ما كانوش في الجزائر، ولكن الجزائر اليوم هي التي تعيش في كهف مغلق محكم، اغلق عليهم باحكام من طرف النظام الجزائري، النظام الذي يعتقل العقلاء، يعتقل من يريدون الخير للجزائر. فالوقت الذي يسمح لمثل هذه الألسنة المأجورة الكاذبة الخائنة أن تتحدث على رؤوس الأشهاد، وأن تصور وهي تقول ما تقول، ويذاع ما تقول في جرائد رسمية وقنوات رسمية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك مردا جميلا يا رب العالمين. للأسف الشديد بهذه الفيديوهات والفيديوهات كثيرة، هادو غير قلة من كثير. بهذه الفيديوهات نقدروا نقولوا بأن الجزائر اليوم بصحني تعيش في كهف، وخاص الشعب الجزائري يدير راسو حل، لأنه صاحب ثروة، وكان يجب أن يكون أفضل من تونس ومن المغرب بكثير، لكن الكبرانات استغلوا تلك الثروة ضد الشعب الجزائري. والعدو الحقيقي اليوم للشعب الجزائري راه هو النظام الجزائري، نظام الكبرانات. تحية كبيرة لكم الإخوان، والله يهديهم الله يرد بهم.